السلام عليكم. تركيا بدأت بعملية عسكرية انتقامية على الأراضي العراقية والأراضي السورية في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم، وجاءت هذه العملية ببيان رسمي قادم من وزارة الدفاع التركية بهذه الطريقة، وأطلقوا اسما على هذه العملية، وهذا الاسم هو المخلب السيف. كانت هذه هي اللحظات الأولى لإعطاء الموافقة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوزير دفاعه، وزير الدفاع التركي خلوصي آكار. وبعد ذلك وزير الدفاع التركي قاد العمليات التي جرت على العراق وجرت كذلك على سوريا بهذه الطريقة التي ترونها. وهذه العملية هي تأتي ردا وانتقاما مما فعلته هذه الامرأة، ألا وهي أحلام البشير، من انفجار كبير للغاية قبل 7 أيام في 13 من نوفمبر في عمق إسطنبول، وتحديدا في شارع الاستقلال. الانفجار أدى إلى قتلى وجرحى، وبعد إلقاء القبض عليها مباشرة وبسرعة كبيرة من قبل القوات التركية، وجدوا واتهموا مباشرة بأن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية الموجودة في سوريا بأنها المتهم الأول، وهي كانت خلف الدفع بهذا العنصر إلى داخل تركيا من أجل القيام بهذه الضربات. وعلى هذا الأساس هم برروا هذه العمليات العسكرية على العراق وعلى سوريا بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. بحسب وزارة الدفاع التركية قالت العملية تأتي وفقا لحقوق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وهذه العملية، ولكي نلقي نظرة على تفاصيلها كما نشرتها وزارة الدفاع التركية وكذلك كما نشرتها أيضا وكالات الأنباء القادمة من الداخل العراقي. ودعونا نركز قليلا على العراق وما جاء طبعا بالنسبة لتركيا في أغلب الضربات الجوية التي قامت بها اليوم على العراق وعلى سوريا. هي استخدمت طائرات الF-16 التي انطلقت مباشرة إلى الأراضي العراقية. الضربات كانت حاضرة على جبال هاكورك، وكانت أيضا على جبال قنديل، وأيضا على برادوست التي تأتي إلى شمال سوران. وكان هنالك تحليقا تركيا مكثفا على جميع هذه المناطق، إذا كانت سوران، إذا كانت رانيا، إذا كانت قلعة دزة، وحتى إلى شرق السليمانية في بنجوين هنا. وبالتالي أنت تلاحظ كيف أن تركيا كانت تحلق بكل وبهذا الشكل وبهذا الخط في ضرب طبعا عناصر حزب العمال الكردستاني. كانت هنالك تصريحات قادمة من إقليم كردستان وتحديدا من جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، أكدوا بأن القتلى وصلوا بالنسبة لهؤلاء المقاتلين الكرد تحديدا، أو المقاتلين الأتراك الذين الكرد حقيقة في من وحدات حماية الشعب الكردية أو حتى حزب العمال الكردستاني، القتلى وصلوا إلى 32 عنصر. لكنهم لم يحددوا ما إذا كانوا أساسا من حزب العمال في الداخل العراقي أو في الداخل السوري. لكن هو طبعا تصريح مثير قادم من هذه أو من هذا الطرف المهم للغاية. أيضا إذا ما جئنا إلى سوريا من هذه الضربات، أين تركزت هذه الضربات؟ طبعا مرة أخرى طائرات الF-16 التركية كانت حاضرة. الضربات أخذت كل هذا الخط من الأراضي السورية، ضربوا على سبيل المثال تل رفعت، كذلك كانت ضربات عنيفة جدا قادمة على كوباني هنا، وأيضا على عين عيسى. كانت هنالك ضربة إلى غرب القامشلي، وأيضا عدد من الضربات هنا.